اهلا بيك معانا مهندس فكري، شرفتنا. هغني لكم النهارده الف ليله وليله لام كلثوم. وانت مش مهندس؟ قلت له مهندس. قال لي بص يا احمد، انت مش فاهم شغلانتك ولا ايه؟ في ايه مالك؟ اظبط كده. مهندس احمد، قول لنا ازاي جات لك فكره انك تفتح مكتب انتيريور ديزاين، وايه اول خطوات اللي خدتها؟ ما اعرفش يعني، ما يقول لي جيبسون بورد ابص له كده اقول له يعني ما زمانه جاي. بيقولوا الشهاده ما بتجيبش فلوس. انت النهارده لو مهندس قررت ان انت تروح تشتغل اغاني مهرجانات، هيجي لك ملايين. هل التصميم الداخلي مربح؟ الهندسه ما عملت لناش، والشهاده احنا معلقينها في الحيطه. قول لنا ايه الكواليتيز او السكيلز اللي لازم اي مهندس معماري او مهندس تصميم داخلي تكون موجوده فيه. ما تقوليش اتجوز. ما حسيتش انك ضيعت وقت؟ فلان الفلاني جاب العربيه الاكس 6 وانا راكب هوندا مش عارف ايه. نفسي اقعد معاهم في اماكن بعد كده ابقى زيهم. دي قصص نجاح، دي قصص نجاح. هو ده بقى قمه النجاح، انك تبصي على الديزاين تقولي ده الديزاين ده عامله فلان الفلاني. ده مش في يوم وليله. انا اللي بقدمه النهارده ده الهدف منه ان انا ادخل كاش سريع. هتفشل. بتعمل ايه بقى في الموقف ده؟